السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا في أفضل حال. النهاردة معانا 3 قطع مطبخ علوي وسفلي ودولاب. هي حاجة بسيطة كده بس حبينا برضو إن إحنا نصورها ونعرضها على حضراتكم. معانا هنا إن شاء الله ضلفة والداخل بتاعها أبيض علشان يظهر معايا الشغل وأحس إن أنا قدامي حاجة منورة. تمام؟ معانا جزء تاني هنا ابعد كده شويه يا محمد. معانا جزء تاني هنا برضه ابيض. تمام. كده معانا ضربتين قلاب واحده فوق. تمام. عندنا الاجزاء اللي بترفع دي بنجيبها الضغط بتاعها حنين شويه علشان دي ضغط ازاز مع الوقت ما تكسرش. تمام. عندنا هنا ضربتين بداخلهم مربع. كل ده اتش بي ال. تمام. عندنا هنا ضربه نظام تورلي بس معموله بالخشب. ادي ضربه وده واحد اهو. دي مجموعه حتى كلها من بعيد عنها. دي مجموعه بتفتح تقفل مع بعض. تمام. ايا كان بقى اللي هيتحط. اللهم صل على سيدنا محمد. معانا الدولاب ضربة طويلة. تمام. أنا ما كنتش أرشح إن هي تبقى ضربة طويلة، يعني يبقوا 2 علشان الإزاز ما يبقاش معرض للكسر، بس هو ده طلب العميل. عندنا هنا برضه أدي رف 2 3 4 بيديني 5 عيون. تمام. في بعض الإخوة طبعا ده أحسن من الألمنتال والشغل والعك ده. تمام. لأن من جوه لميع صعب ان يعني يربي حشرات والكلام من ده. من جوه لميع وبره برضه الخارجي لميع. في من ضغط بس هو اللميع بيبقى افضل شويه ما بيقعدش عليه اتربه وكلام من ده. تمام. الصلاه على النبي. طبعا المطبخ ده فيما بعد هيتنقل في شقه ثانيه. تمام. بس هو معمول هنا مؤقتا يعني ربنا يوسع الناس كلها. ماشي. تعالى هنا بص يا محمد. هنا هيبقى فيه مطبقية اللي هي قطعتين، واحدة للكوبايات واحدة للأطباق. تمام؟ وده عندنا رف ضلفة أيا كان اللي هيتحط فيه صواني طويلة حاجة طويلة. تمام؟ هي ممكن كانت تعمل جزئين بس جزئين مش هينفع تحط فيها حاجة لأن المساحة صغيرة. تمام؟ عندنا هنا جزء درجي. طبعا البوتاجاز لسه هيركب. هنا الرف ما شاء الله الدرج ما شاء الله غويط. تعالى كده يا محمد. ماشي. والقلب برضه ابيض. تمام. كل دي حاجات بقى ايه. عندنا هنا درج كمان. تمام. وهنا كمان درج. ماشي. عندنا كمان هنا درج. تمام. تعالى كده. كل لا من جنب كده احنا صورنا كل حاجه. ان شاء الله هنحط لكم الفيديو ده على القناه بتاعت اليوتيوب، وفي ان شاء الله افضل وافضل. تمام. واي حاجه حد عايز يعملها بالتصميم اللي هو عايزه احنا هنعمله. وطبعا اللون ده مش اختياري، اللون ده باختيار العميل. عايز بقى ابيض، عايز احمر، اصفر، في طبعا اللي هو في تجزئه القشره والكلام من ده. بس ده في ناس بتعمل اكريليك وحاجات ثانيه. انا ما بنصحش بالاكريليك لان الخامه اللي دي من جوه خشب. في بقى خامه ثانيه بيبقى جواها فايبر. لكن ده ما شاء الله تبارك الله يعني حاجه حلوه. واي استفسار تقول لي في التعليقات انا ان شاء الله هرد عليك. دمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم.